ساعات كتير بنتمنى نتغير علشان نعجب شخص معين، وفي ناس ما بتكتفيش انها تتمنى ده، لا بتسعى له وتحاول تكون شخص تاني علشان تعجب او تتحب. بس هل فعلا لازم نتغير علشان نتحب؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهارده، فمشروبك المفضل وتعالى ورايا. بتبدأ قصتنا مع بهيج، شاب في منتصف العمر، حياته تقليدية وروتينية ومملة جدا، بس هو كان حابب الحياة دي جدا. وبنعرف ان اهله ناس تقليديين، سافروا الكويت زمان ولما جمعوا شوية فلوس رجعوا مصر تاني، بس ما رجعوش قوي، يعني هم عملوا حادثة وتوفوا. لما اهل بهيج اتوفوا راح عاش مع جده اللي حب جدا حياة بهيج معاه، وابتدت قصة حب بهيج مع الحيوانات مع بداية رحلاته مع جده اللي كان بيشتغل مدير الجنينة، ودايما كان بياخد بهيج معاه في المكان ده لحد ما بهيج حب الحيوانات جدا. ولما بهيج كبر بقى عايش حياة هادية ومسالمة جدا ما فيهاش فزلكه كتير. بهيج بيروح شغله، وبنعرف ان النهارده يوم مش عادي في حياه بهيج، لان البنت اللي معجب بيها جايه النهارده عياده الحيوانات. تيجي ليلى اللي بتتمحور عليها قصه فيلمنا، وطبعا ظهورها بيكون كليشيهي جدا، داخله مع ميوزك رومانتك وشعرها اللي بيطير وهي بتقلع النضاره، افريج بطله فيلم يعني. وبالمناسبه ان ظهورها كليشيهي جدا دي مش غلطه من صناع الفيلم ان هم ناس كليشيهيين جدا وتقليديين جدا، لا لا، في سبب وراء الموضوع ده هنعرفه في الاخر. المهم ان بهيج ما قدرش ما يهيكش وراح اتعرف عليها واداها الكارت بتاعه وهي كشمت له واديته على وشه، فزعل جدا وراح عند صورة جده واشتكى له من ليلى، وقال له ان الامل الوحيد في انه يشوفها ما بقاش موجود لانها مش جايه العياده تاني. ومره واحده النور راح وحد ظهر لبهيج اول ما النور قطع، وبهيج اغمى عليه من الخوف. ولما فاق لقى جني بيقول له انه محتاجه يساعده في مشروع تخرجه كجني، وببساطه علشان ينجح فيه لازم يساعد انسان. فبهيج بيطلب من الجني انه يخلي ليلى تحبه زي ما بيحبها. فمارد الكدواني بيقول له ان في 3 حاجات ما يقدرش يتدخل فيهم: الحب والموت واي حاجه ليها علاقه بسياسه الدوله. وبيقول لبهيج انه ليه عنده 7 محاولات بس. فالمارد بيقول له طير انت، وبعدها بيتحول لشاب من شباب الساحل. وهو مسافر على الطريق بيلاقي ليلى وعربيتها كانت عطلانه، وقال لها انه هيوصلها، وفعلا عمل ده وساب صاحبه في نص الطريق في الصحراء عادي جدا، وتعرفوا على بعض وبقوا صحاب. وبنلاقي ان بهيج فرفور اوفر واوبن مايند اوفرين، يعني في واحد عاكسها وهو قشطه ما عملش حاجه، والتاني جه يبوسها ولما هي ما رضتش، يعني شوف هي ما رضتش نفسها، هو بقى استغرب اللي هو ليه ما رضيته، يعني ما خليتوش يبوسك ليه. في المجمل ما كانش راجل تماما. ولما اخدها في مكان مقطوع بالعربيه قال لها انه عاوز يدخل في الجد في علاقته معاها. ولما قالت له ازاي هنتخطب دلوقتي، ده احنا يا دوب لسه متعرفين قريب جدا، قال لها لا هنتصاحب. فهي ما رضتش وكانت متردده جدا، واتاكدت اكتر لما جم يثبتوه وهو سابها تروح معاهم. فمن هنا بهيج اكتشف ان الشخصيه دي مش نافعه تماما، بس اخد نصيحه مهمه جدا من ليلى وراح قالها للمارد، وقال له ان ليلى قالت له انه مش راجل علشان شويه العضلات اللي عنده، لان الرجوله قلب ومواقف. فالمارد قال له سيبها عليا دي. وبعدها على طول المارد حول بهيج للكبير، ولقينا انه راجل ما عندهوش قلب تماما، بيموت الناس كلها وبياخد فلوس كتير من الناس الغلابه، ولما ما قدروش يسددوا بياخد منهم المواشي بتاعتهم، ودايما بيفتري على مراته وبيقل منها طول الوقت وكسرها. ولما الناس عملت ثوره عليه طلبوا انه يرحل من البلد، وفجاه عرفنا ان اللي عمل الثوره دي مراته. وتيجي النصيحه اللي هتكون في دماغ بهيج لما يدرك ان الشخصيه دي برضه مش نافعه، لما ليلى قالت له ان الراجل لازم يكون حنين ويدلع مراته ويكون قلبه طيب، والكلمتين اللي انت فاهمهم دول. فراح للمارد وقال له طلبات ليلى اللي قالت له عليها المره دي، انه يخليه طيب وحنين وقلبه عليها. فالمارد برضه بيحوله لشاب اسمه سوما، بنلاقيه عيل مسهوك كده مش على بعضه. فبرضه كان متوقع ان من افوره سهواكه سوما ده بتبعد عنه وبتقول له النصيحه بتاعت كل شخصيه، وبتقول له انها محتاجه راجل صاحب قرارات يشكمها او يعترض على اي حاجه ما يكونش من غير راي. فكالعاده بيقول للمارد اللي قالته له انه هيخليه راجل قائد وصاحب قرارات، فحرفيا بيحوله لحسن شحاته. فبيقفش ليلى على المدرجات، وكان بيبدا يكون بينهم حاجه وهما بيسبلوا لبعض، بس لما لقى ان مصر هتخسر قرر انه يوقف لحد هنا ويروح للمارد علشان ما يخسرش مصر. فالمره دي المارد هو اللي بيقول له يحوله على كيفه هو، وبيحوله لواحد خليجي معاه فلوس كتير جدا. وبيلاقي ليلى شغاله في محل جوه مول وبيشتري منها حاجات كتير، وعرض عليها انه يوصلها، وبعدها اتعرفوا وعلاقتهم بقت اقرب يعني وداها كباريه فاهم. ولما قال له انه عاوز يخلص فيها بين قوسين، عاوز يخلص فيها حرفيا عاوز يشتريها، قامت شرشحت له ورصتها له رصه محترمه. فطبعا كالعاده راح للمارد وحكى له على كل حاجه، وحوله تاني كالمتوقع، بس المره دي الاتش دبور، وبيكونوا خلاص شبه بعض جدا وهيتجوزوا، لان البنت اللي كان بيحبها في فيلم اتش دبور جايب فستان الفرح، وعملت له مشكله كبيره جدا مع ليلى. فللمره الاخيره راح للمارد وقال له انه عنده الحل، فحوله لواحد هندي. وبعد ما الاشرار جم علشان يخلصوا على قصه الحب الجميله اللي بينهم، راح لها وهو في قوس حرفيا في بطنه. وركز لي على التفاصيل التافهه دي علشان مش تافهه اطلاقا وهنحتاجها في فتره الريفيو. المهم انه بيخلص على الاشرار وبينقذها منه، وكعاده الافلام الهندي في الاخر بتطلع اخته. بهيج بييأس وبيروح للمارد، وبتحصل بينهم محادثه دراميه، وبيدرك فيها بهيج ان اللي
هيحبه مش هيحبه علشان شكله او ستايله، وبيدرك بهيج انه مش نافع يتحب، وفي الاخر بيمضي للمارد على الورقه اللي كان محتاج امضته فيها علشان يثبت انه نجح في تحقيق امنيه انسان. وبعدها المارد بيسيب بهيج، وبهيج بيرجع يكمل حياته الطبيعيه تاني. وفجاه بنلاقي ليلى بتكلمه علشان الكلب بتاعها تعبان جدا ومحتاجاه يساعدها، وبعدها راحت له بالكلب بتاعها. ومره واحده بيظهر مارد الكدواني وبيقول له ان هو اللي خلى الكلب بتاعها يتعب، وهو اللي رتب كل حاجه علشان تخليها توصل له، وبيقول له ان دي اقرب فرصه ليه علشان يقرب منها. فليلى بتاخد بالها من تفاصيل كتير في شخصيته وبتعجب بيها جدا، وبيتبسطوا جدا بمعرفتهم لبعض. وبنعرف عن طريق بيرول شوتس ان علاقتهم بقت احسن بكتير، واكتشفوا انهم شبه بعض جدا في حاجات كتير جدا جدا، وقربوا من بعض. ومره واحده بهيج بيقول لها انه بيحبها وعاوز يتجوزها، وفعلا اتجوزوا والنهايه كانت سعيده جدا. الفيلم رتمه سريع جدا ومستحيل تحس بدقيقة واحدة من الزهق وانت بتتفرج عليه، وفي اكتر من عامل في انك ما تزهقش منه. انه اصلا من ستايل افلام البارودي او السبوف، واللي هي عبارة عن تريقة عن افلام او كليشيهات او فئات من المجتمع. تقريبا اتكلم عن حاجات كتير جدا مستحيل حد فينا ما يكونش عارفها او اختلط بيها بشكل او باخر في يوم من الايام. الفرفور واللي قلبه حجر والحبيب الرومانسي مفيش حاجة، وفاحش الثراء واللي مش عارف اقول ايه عن الفئة دي. يعني انت عارف اكيد الفئة دي، بس انا ما اعرفش مسماها ايه. اخد في سكته العفاريت والجن في الافلام، وسمى المارد مارد الكدواني. بص هي وصلت معاه لانه يتريق على افلامه، فالراجل ده بعيد جدا. واخد في سكته كليشيهات البنت الجميله في الافلام، فده دافع مهم جدا في انك ما تزهقش اطلاقا، لان كل شويه بنلاقي كاركتر جديد ظهر بسيناريو مختلف بكاركترات جنبه مختلفه، وبسم الله ما شاء الله كلهم مبدعين. فدايما في اختلاف وحماس للكاركتر اللي بعده، ما يخلكش تزهق لحظه واحده بس، ويخليك متحمس طول الوقت علشان تعرف هيحصل ايه بعدين. وبرده ما ننساش احمد مكي اللي اثبت لنا في الفيلم ده انه ممثل مش سهل اطلاقا. يمثل 7 كاركترات بشخصيه بهيج اللي لوحدها بالمناسبه يمكن اكتر شخصيه صعبه ومعقده فيهم. فمن هنا اقدر اقول لك ان احمد مكي يستحق يكون احمد مكي. بص هو بس في الحاجات الرمزيه اللي في الشخصيه الاساسيه بتاعتك انت، هو الموضوع معقد بس ما تقلقش هفهمهولك دلوقتي. تعالى نفترض ان انت بهيج عمل ايه علشان اتغير حرفيا، لا مش اتغير، ما هو اصله مش فاهم ان اللي بيحبه مش بيحبه علشان شكله او طريقه كلامه او ثقافته او بلده او فلا، ما كانش لازم يتغير اطلاقا. امال ليه يتغير دي يا عم كامل؟ يعني انت كلامك متناقض ليه؟ بص يا حبيب اخوك، مستحيل تلاقي شخص زيك بالظبط. شوف مهما كان شبهك جدا لدرجه ما تتوصفش، برضه مستحيل تلاقي حد زيك بالظبط. فمن هنا بتبدا تغير حاجات رمزيه وصغيره جدا علشان تبدا تناسب الطرف التاني. الحاجات دي بقى بتكون في مين؟ فيك وبين قوسين كبار قد الدنيا انت. بهيج عمل ايه بقى؟ غير في نفسه مش في نفسه. شوف حتى الصدفه اللي جت وانا بكتب الحلقه خلت الجملتين شبه بعض جدا، بس في اختلاف كبير جدا. غير في نفسه مش هي غير في نفسه. يعني مثلا صفه وحشه عندك بتحاول تغيرها، عاده سيئه في علاقتك مع ايا كان الشخص اللي قدامك. طب لو ما سمعتش كلامك يا ابو العرب وغيرت في نفسي حرفيا والشخص اللي قدامي حبني عادي، هنجاوب على ده في السؤال اللي هيجي دلوقتي حالا، وهو ايه اللي كان هيحصل لو ليلى حبت بهيج لما اتغير؟ ايه حبت؟ مستحيل يا حبيب اخوك، اصل هي مستحيل تكون بتحبه، اكيد مجرد اعجاب بالبرسونا بتاعته مش اكتر. وكده كده لو انت مين مش هتعرف ترسم طول الوقت شخصيه مزيفه، وهيجي وقت عليك وهتعوز ترجع للشخص القديم بتاعك لانك ببساطه بتكون مرتاح فيه لانه انت. الوضع مش هيكون مريح فاهم؟ وغير كده الشخص التاني هيكون اصلا ما بيحبكش على حقيقتك، فحاجه في منتهى يا رب ليه وجع القلب ده كله. فما تقلقش، لو حد حبك فعلا الموضوع هيكون اسهل مما تتوقع. بص هي مترتبه جدا ولوحدها، فما تلعبش في السيتنج الله يرضى عليك. بس ده ما ينكرش ان بهيج كان محظوظ بسبب ان ليلى كانت شبهه جدا، وكانت النهايه انهم حبوا بعض واتجوزوا وعلاقتهم كانت مريحه من غير تعقيدات كتير. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستا وعلى الواتساب علشان بنناقش عليهم الحلقات اللي بتنزل هنا، هتلاقي لينكاتهم في الديسكريبشن. وشكرا ليك جدا لو بتتفرج لحد هنا.